عملت تريتمنت لشعري شهر 7 اللي فات، يعني تقريبا من 5 شهور. هقول لكم كل حاجة بالتفاصيل من اول ما عملته لحد دلوقتي ورأيي فيه. بالنسبة لي انا بصراحة كنت ضد اي حاجة احطها على شعري بعد كده تتعمل بالسشوار. حاسة ان ده هيحرق شعري طول حياتي، وفي نفس الوقت انا شعري شوية كيرلي، بس انا مش بعرف اتعامل معاه او مش بعرف اعمله ستايلينج حلو واحبه، يعني في اغلب الوقت ببقى بعمله. فقرر ان انا اعمل بقى جوفاكسين، انه نسبة الفرد بتتحدد، وان انا ممكن اعمل شعري شوية يبقى فيه ويفز مش مفروض بالمعنى اللي احنا عارفينه للبروتين او للكرياتين والحاجات دي. هو عبارة عن مادة اسمها جوفاكسين من شركة GK، هي بتقلل الهيشان، في نفس الوقت بيضاف عليها مادة بصراحة مش عارفة اسمها ايه بالظبط، بس هي دي اللي بيكون فيها الفرد، ودي اللي بنحدد فيها نسبة الفرد اللي احنا عايزينه. بالنسبة لي انا عملت الجوفاكسين عليه 30% فرد، لان انا كنت عايزة شوية يكون شكله طبيعي. الخطوات بالظبط، هو حط مادتين عمل لهم ميكس على جنب، بعد كده حطهم على شعري، بعد كده سيبناهم ينشفوا شويه، بعد كده نشفهم بالسوار كويس قوي، بعد كده غسلناه، ولما غسلناه نشفناه تاني بالهوا كده، وعمله بالفرشه برده شويه، وده كان شكله الاخير اول ما عملته بالظبط. وطول شعري، لان انا ساعتها برده قصيت شعري، والحاجات اللي اكد عليا فيها ساعتها ان انا ما استخدمش شامبو فيه سولفيت خالص علشان هيوقع التريتمنت، وان انا ما استخدمش زيوت. وانا بالنسبه لي شامبو مفيهوش سولفيت دي حاجه انا مش متعوده عليها او ما جربتهاش كتير، ولما جربتها جربت بتاع سيروباي وما عجبنيش خالص، وبقيت بحط كميه كبيره لمجرد ان انا احس انه في رغوه ان هو بينضف شعري. اكتر حاجه فرقت معايا وحسستني انه شعري بينضف وفي نفس الوقت التريتمنت مش بيقع بنسبه كبيره هو فيفلم بصراحه. بالنسبه لطول شعري، فده بقى طول شعري دلوقتي، ما قصيتوش من ساعتها، هو محتاج يتقص لانه الاطراف بدات تبقى ضعيفه، بس ما اثرش على المعدل الطبيعي اللي بيطول بيه، بالعكس. او اللي كان بيساعد شعري اكتر هو الزيوت، وانا موقفه الزيوت، دي حاجه برضو من الحاجات اللي ضايقتني فيه. ما حسيتش ان هو بيقع خالص بصراحه، عجبني. هو ساعتها قال لي الطريقه اللي انا هتعامل معاه بيها، الشكل اللي انا هنشفه عليه هو الشكل اللي هيثبت عليه. اوريكم اكتر طريقه انا كنت بعمله بيها، ان انا بعد ما بغسله بنشفه كده بالشوار من بعيد، وبعد كده بالفرشه بعمله ستايلينج او بنشفه اكتر. دي اكتر حاجه كنت بعملها. لو عايزه اعمله ستايلينج زي كده بعمله برضه. انا الروتس بدات تطلع، لما طلعت حسيت ان انا محتاجه ارجع اعملها بسرعه، وحاسه ان انا ممكن ازود نسبه الفرد. طبعا لو حد شعره كيرلي ممكن يزعل من الكلام ده، بس كل واحد وراحته، يعني كل واحد بيلاقي راحته في شكل معين او ثقته بنفسه بتبقى اعلى في شكل معين فيشتغل عليه او يعمله. هو المفروض بيقعد 6 شهور، بعد كده نروح نعمل روتس. فانا اخدت 5 شهور كاملين بجربه وبشوف هو فعلا ريحني ولا لا، عشان اقدر انقل لكم التجربه كلها. وبس كده.